فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. ونبدأ بقى نقول آداب النوم. واحد، يكره النوم قبل العشاء مطلقا، ولا يجوز تأخير النوم بعد العشاء إلا لضرورة، اللي هي طلب علم، محادثة ضيف، مؤانسة أهل. 2، نم متطهرا، اجتهد ألا تنام إلا على وضوء. في وضوء اسمه وضوء النوم. يعني أنا دلوقتي صليت العشاء وصليت الوتر وهنام، بس أنا مش متوضي، أدخل أتوضأ، وضوء اسمه وضوء النوم. وضوء النوم ده لو أنت رقدت وبعدين انتقد وضوءك بخروج ريح أو غيره، انتقد وضوءك لسبب من الأسباب، برضه ما يجراش حاجة. أنت توضأت وضوء النوم، هذا الوضوء لا ينقضه شيء حتى تنام، يبقى أنت نايم متوضي. 3، انفض فراشك قبل أن تنام. مهمة جدا دي. لسه كان في أخ جاي النهاردة، ابنه بيتفزع بالليل، بيصوت بيصرخ بالليل، أو هو كتير من الناس بتشكو من مشاكل النوم. وفاتني ان انا اقول كلام ابن القيم، وفكروني اقوله المره الجايه باذن الله تعالى. السبب، اسمع الحديث ده، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا اوى احدكم الى فراشه فلينفض فراشه بداخله ازاره فانه لا يدري ما خلفه عليه. انسان لما يجي ينام يجيب فوطه صغيره كده، مش صغيره ولا كبيره، اي حاجه مش مشكله، بداخله ازاره، بطرف ثوبه، بطرف الجلابيه كده. ما حدش بيلبس جلابيه اللي من دول، صح؟ بينام، مش عارف، بيناموا في بطرف ازاره، نقول كده، بطرف ثوبه، بطرف الجلابيه، او بفوطه، او بايده حتى. واعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 3. فإن ممكن يكون نايم في المكان ده جني، نايم على السرير ومتغطي بالغطا بتاعك، او مش متغطي، نايم ممدد راقد، وانت تروح اوب محذوف على السرير جاي عليه، يفضل طول الليل يلعبك بقى ويولع لك الدنيا. فعشان كده قبل ما تنام انفض فراشك. 3 نفضات، هذه هي السنة. 4، أن تنام على شقك الأيمن وتتوسد يمينك. 5، لا تنم على بطنك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ضجعة أهل النار، وقال: إنها ضجعة يبغضها الله عز وجل. النوم على البطن. عشان كده نقول إياك أن تنام على بطنك، لا ليلا ولا نهارا. قول لي ده أنا ما بعرفش أنام غير كده. اتعود، اتعلم، قاوم، جاهد. ابدأ النوم على جنبك اليمين. أذكار النوم. عن البراء بن عازب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، ثم قال: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم باسمك أموت وأحيا، اللهم باسمك أموت وأحيا. دي أذكار النوم. ثم تسبح الله 33، تحمد الله 33، تكبر الله 34. إذا استيقظت أذكار الاستيقاظ. لسه كمان أذكار النوم: من قرأ الآيتين في آخر سورة البقرة كفتا. وأيضا كان صلى الله عليه وآله وصحبه
وسلم ينام لا ينام كل ليلة حتى يقرأ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم ينفث في يده ويمسح بهما ما استقبل من جسده. دي برضو رقية الإنسان يرقي نفسه ويرقي ولاده كل ليلة، مهمة جدا انك انت تقرأ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وتمسح جسمك كله 3 مرات. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يرقد قال اللهم قيني عذابك يوم تبعث عبادك. وكان صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ آية الكرسي، وقال لا يقربك ليلتك شيطان. لنا كتاب لطيف من زمان صراحة افتقدته، اسمه الأنس بذكر الله. مهم جدا ان كتاب الأنس بذكر الله ده يبقى جنبك على المخدة تقرأ فيه. ما تقدرش على الأنس بذكر الله، كتاب صغير حصن المسلم، تقرأ أذكار النوم كلها من أولها لآخرها قبل ما تنام، وتقعد كده حتى ولادك اللي معاك في الغرفة، او تقعد على سرير احدهم في وسط ولادك وتقول اذكار النوم وهم نايمين على جنبهم اليمين، وتعودهم على كده، ويقولوا وراك الاذكار قبل ما يناموا، وانت كمان تقولها قبل ما تنام. اخوتي انا احبكم في الله،